السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البندقية اليابانية أو النبلة اليابانية هنشرحها مع بعض النهاردة بالتفصيل. دي اللي هاوي وحابب يعمل حاجة زي كده. دي البندقية، يعني دي بعد ما خلصتها يعني، وأنا هجيبها بقى بالتفصيل ازاي احنا عملناها من الألف للياء، للي حابب يقلد أو يعمل حاجة زي كده. دي طبعا معمولة من خشب، والجزء الامامي دوت اللي انا هندايس عليه ده حديد، بس ممكن تعمله خشب برضه. الازازه ديت عباره عن الخزنه اللي انت هتحط فيها القطع اللي هي تعتبر زي الطلقات او البلي. دي البندقيه النبله، او النبله اليابانيه. دي تصطاد بيها حمام، يمام، عصافير، قويه جدا ومداها بعيد. ده ابتداء احنا حته الخشب اللي انا عملتها منها. جبت عند خشبة زي كده، يعني عرضها حوالي 5 في 5، 5 سنتي في 5 سنتي، وقطعت منها حوالي 65 سنتي طول. بالتقريب يعني 65 سنتي طول. قطعتها، هقطعها اهو دلوقتي هنا. ايوه هقطعها 65 سنتي. ادينا قطعتها ونضفتها في المكنة، وفتحت الفتحة اللي هي هيتحط فيها الزينات والكتلة بتاعته. وهنصور لكم برضو ازاي احنا ركبنا الحاجة وعملناها ازاي. بس والله يا اخوانا، دي بندقية فوق الممتازة لاستخدام الصيد. جميلة جدا. مجرد ما تستخدمها وتعرف ازاي بتنشل بيها يعني هتفيدك جدا لهواة الصيد. هنبتدي بقى دلوقتي نجيب الجزء اللي هو اللي انا بحطه من قدام ده معدني. بس طبعا اللي عايز يركبه خشب يركبه خشب. انا برسمه الاول زي كده على ورقة، وبعد كده ابتدي اقصه سنة سنة لحد لما افرغها تماما، وبعد كده الزقها على الحديدة اللي انا هعملها، وهبتدي بعد كده اقصها واشكلها بالصاروخ يعني. اهو انا بقى في البداية اهوت انا بقصها بالمقص. دي الورقة خلاص انا قصيتها رسمتها. ده الجزء المعدني دوت انا هلزقها عليها زي كده، وهرسمها عليها، وبعد كده اقطعها بالصاروخ. انا بحب اعمل ده الجزء ده بحب اعمله معدني عشان يستحمل خبط رزع يعني مفيش مشكلة للي يحب يستخدمها. انا رسمتها اهي خلاص. هروح اقطعها وهجيبها لكم دلوقتي متشكلة ومتنضفة. دي الفتحات اللي انا هعملها عشان مرر منها الحبل اللي احنا هنربط بيه الاساتك يعني. بصوا بقى كده، بعد ما قطعتها فعملت الفتحة ديت والفتحة الصغيرة اللي جنبها دي عشان يمشي منها الحبل. هنا دي اللي فخرام، دي اللي انا عاملها الفتحات دي عشان اللي هتتربط منها في الخشبة. بص يعني ال5 اخرام اللي انا عاملهم دول عشان هربط من خلالهم الجزء دوت في الخشبة. بالطريقة دي يعني هيبقى بالشكل ده تقريبا كده اهو. هربطها بقى بمسامير بورما من هنا، مسامير البورما السودا دي اهي. وهربطها انا بقى هنا، بس طبعا احنا مع بعض سنة سنة اهي. هتبقى بالشكل ده. هنا الجزء ده، بصوا حضراتكم، انا حوالي 5 سنتي في 4 سنتي، وانا مفرغ المكان اللي هيبقى جواه الزينات، والاجزاء دي اللي حابة تمسك النبلة نفسها بقى اللي هو اهو. عامل لها انا فتحات على سبيل هتتثبت. بص حضرتك اهي، عامل انا خرام فيها هنزل منها مسامير رباطة من تحت. وده الزينات. الزينات بينزل لتحت من هنا كده، وبنمرر فيه مسمار
اهو. احنا دلوقتي ربطنا الجزء كله، فاضل الزينات بس. هتشوف بقى طريقتنا، هتشوفوا طريقة تشغيلها بس بعد ما نخلص دلوقتي. حاجة روعة يعني، هتعجبكم جدا. والهواة في الحاجات ديت وحابب يسألني في شيء، عايز يستعلم عنه، يحاول يتواصل معايا او يكتب لي في تعليقات، وانا يعني ايه ان شاء الله ارد عليه، او يعني ان شاء الله اساعدكم يعني في اي حاجة زي دي. ده مسمار 10، انا خرمت له من الجنب هنا، وخارم طبعا الزينات نفسه اهو. ادي المسمار، وادي الزينات بقى جاهز ناقص له السوستة ويبقى شغال. وبرضه هنجيبه دلوقتي واحنا بنعمله مع بعض، نركب له السوستة. دول المسمارين اللي ماسكين الجزئين دول، الصباعين دول اللي بيمسكوا القطعة اللي بتتضرب اصلا. هنفنشها دلوقتي وتشوفوها ايه بالكامل وهي جاهزة. احنا بقى بص، هنقطع المسمار بتاع وهنساوي الجزء دوت كده عشان يبقى ماشي مع الخشبة. احنا قطعنا ايه، سويناها اهوت. وادي المسمار بعد ما قطعناه سيبنا فيه حتة بارزة على سبيل هنركب صامولة. بص، نركب قصدي يا ربي وردة، اهي الوردة اهي، وهندق عليها، هتمسك الوردة وخلاص، هيبقى الموضوع ده انتهى خلاص. ايه، هتبقى ثابتة مكانها. ندق عليها كويس من ناحيتين، من هنا ومن هنا اهو، احنا دقينا اهو، والناحية التانية خلاص بقت ايه، انتهى الموضوع، بقت جاهزة على تركيب السوستة بتاعت الزينات. احنا هنا بنربط بقى الجزء المعدني اللي قدام دوت، لان انا بحب اخليه معدني. اللي زي ما قلت لحضرتك، انت ممكن انت تعمله خشب، يعني ممكن تشكل ده خشب، انت ممكن تشكلها كلها خشب، بس انا بحب الاجزاء اللي زي كده اللي هيبقى عليها شغل تبقى معدن. لو هنربط 5 مسامير هتبقى زي الحديد اهي. خلاص انسى تدوس عليها، تعمل فيها، ترميها، ولا ترى مجراش اي حاجة. احنا خلاص كده وصلنا المرحلة دي. هشوف بقى المرحلة اللي جاية، التفنيش بتاعها. احنا دلوقتي ركبنا اليد والقنطرة بتاعت الايه، الزينات، ولسه ما ركبناش السوستة. احنا هو ركبنا القنطرة بتاعت ايوه ديت القنطرة دي. احنا فاتحين، انا فاتح فيها فتحتين من قدام كده عشان هيركب فيها السوستة، والسوستة هتبقى ماسكة في الزينات. هتشوفوها ازاي دلوقتي. بص اهو، ادي سوستة اهي، سوستة شد بنركبها هنا في الزينات اهو. انا عامل خرم في الزينات اهو، ركبناها فيها، وركبنا الناحية التانية في القنطرة نفسها اهو. اهي اهي اهي. خلاص هو الجزء ده كده بقى جاهز على الاستخدام. الزينات كمل بالكتلة بتاعته اللي فوق، بالصوابع، كل حاجة. هنا الجزء دوت عبارة عن حتة جلد، جلد بتاع جزم، يكون جلد طبيعي، يكون جامد يعني قوي، ما تجيبش جلد زي الكاوتش، وما ينفعش. وهنا الاساتك دي انا جايب 80 استك. ليه 80 استك؟ هقسمهم 10، قصدي هقسمهم 8 مجموعات، كل 8 أو كل مجموعة على 10 اساتك. بص، هيبقى 4 الناحية دي، 4 مجموعات الناحية دي، و4 مجموعات الناحية دي، وهربطهم في الايه اهو.
احنا دلوقتي ربطنا حتة رباط اهوت زي رباط ايطان جزمة كده يعني في الحتة في القطعة المعدنية دي، وبنمرر منها مجموعة الأساتك الأولانية بالشكل ده اهو. بص بتبقى كده، وبحط صابعي زي كده لأن أنا هتنيها لقدام. أيوة بص اهو بتنيها لقدام عشان همرر منها هي كمان اهو، المجموعة التانية اللي زي كده والتالتة والرابعة اهو. بنمرر فيها المجموعة التانية برضو اهي. على فكرة يا جماعة 10 أساتك في المجموعة الواحدة ده كتير، يعني هي هتبقى ضربتها قوية جدا، وهتشوفوها يعني ان شاء الله ضربتها قوية جدا اهو. دي انا كده خلصناها، ركبنا المجموعتين وربطناهم في الايه الجزء اللي بتاع الجلد دوت بتاع النبلة بقى. بص بص قوية قوية، شدتها قوية، يعني حتى اللي يستخدمها يكون حد كبير بيعرف يستخدم، لان عيل صغير مش هيعرف يشدها يعني. فدي اللي عايز يعمل حاجة زي كده ما يعملهاش بأساتك كتير كده، يعني انا حاطط أساتك كتير، انما تعمل للأطفال يستخدموها وهتبقى برضو قوية. برضو يعني ممكن تحط 5 أساتك في المجموعة. دي بقى الخزنة بتاعة الطلقات. انا المفترض اجيب هنا بلي، بس ما فيش البلي دوت. انا ايه طبعا عشان اروح نشتري بلي وبتاع لا، ما فانا جايب دي حتة سيخ اهي، وهنقطعها حتت، وهيبقى ده عبارة عن الطلقات بتاعتنا اللي احنا نضربها بالبلي. انا بحب الطلقات بدل ما تبقى حصو او زلط ولا بتاع، بخليها ايه معدن عشان تبقى قوية يعني. احنا دلوقتي بندقيتنا بقت خلاص جاهزة على الاستخدام تماما، خلاص هي فاضل لها بس ان انا هرشها ويبقى ده خلاص الموضوع انتهى على كده. دي الخزنة اهو. بنعمل ايه يعني تيست كده، تجربة. قوية قوية على فكرة، شدتها يعني الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، قوية قوية. لازم تدوس عليها برجلك عشان تعرف تعمرها. بص هنا بقى الجزء الجلد دوت بيدخل ما بين الصباعين، انت بتدوس على الزناد بيقفل، بتضرب. خلاص انا مثلا ركبت الطلقة وودي الخزنة بتاعتها خلاص ملهاش لازمة، بنركبها تاني. بنجربها في الستارة عشان ما تروحش بعيد. ده بقى الفينش حضرتك، احنا كده دهناها وده الفينش بتاعها. ده الفينش اهو، احنا معمرينها وكده، دي جاهزة على الضرب اهي. وهنعمل تجربة عملية ايه بره في الشارع، الناس برضو تشوفها معانا. ارجو يا جماعة ان شاء الله اللي يعجبه الفيديو يعمل لنا لايك، ويعمل لنا ان شاء الله اشتراك في القناة، لان على فكرة والله انا ببذل مجهود في الموضوع ده يعني، واتمنى الناس تشاركني، واتمنى برضو الناس تتفاعل معايا وتتواصل معايا ويكتبوا لي في التعليقات. هنا احنا هنجرب بره في الشارع اهو. المسافة دي يعني ما تقلش على فكرة عن 12 13 متر، يعني مسافة بعيدة يعني. بص دي ضربة أولانية جت في من بعيد عن فأنا بصلح بقى النشان تاني أهو. قوية جدا. ده بص حضرتك دي كرتونة 4 طبقات، قوي جدا، وبيعدي من ال4 طبقات. يعني القطعة المعدنية بتتضرب دي بتعدي من ال4 طبقات بتاعت الكرتونة، وكرتونة محملة يعني مش ضعيفة، قوية. بتعدي وتضرب في الحيطة وترد تاني. وعلى المسافة دي يعني لو انت بتصطاد حاجة عن بعد هتجيبها.
فأتمنى من حضراتكم إن شاء الله يعني يا جماعة تشاركوني في القناة وتدعموني